فتوى أخرى من اللجنة الدائمة أو لا، هنا من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز في موقعه الخاص به في شبكة الإنترنت، وهذا موجود إلى الآن الموقع. يوجد في قريتنا مسجد، ويوجد في هذا المسجد ضريح يزعم أجدادنا أنه لأحد الأولياء يطلقون عليه اسم الحبيب، والمسجد يتكون من 3 غرف، من 3 غرف لازم، كبيرة في اتجاه العرض بالنسبة للقبلة، وهذا الضريح يوجد في الغرفة الأمامية، يعني في غرفة وحدها، ونحن نصلي في الوسطى مو في نفسها، ولا يحجز بينها وبين التي فيها الضريح إلا جدار. فما حكم صلاتنا في هذا المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: بناء المساجد على القبور محرم ومنكر. من أنت حتى تفتي خلافا للمذاهب الأربعة؟ حتى للإمام أحمد ماشي، لقول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المسجد. ما عندهم دليل غير هذا، وناقشناه نحن وبينا الرأي الصحيح فيه، متفق على صحيح. وقال صلى الله عليه وآله: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه وتقدم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن البناء على القبور واتخاذها مساجد أول الكلام، لكن أطبق المسلمون بناء على هذا السنة على أنه مكروه، كما صح عنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تشصيصها والقعود عليها والبناء عليها، فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد. يا أخي قالوا حجرة منفصلة نعم فيها جدار، الآن كيف يصلي المسلمون؟ نفس الشيء تقريبا. كيف يصلي المسلمون بالقرب من رأس رسول الله وأنتم تسمحون لهم في المملكة بهذه الشاكلة تقريبا؟ نعم، واجب هدمه إذا. نعم. ولا تجوز الصلاة فيه عموما. على كل حال روايات يا أخي وفتاوى عجيبة، ما عشت أراك الدهر عجبا من هذه الأمور ومن هذه الفتاوى. فأنا ما أدري بعد، هذا يكفي. وكل مسلم الحمد لله السني والشيعي، كنت حريص على السني كما أنا حريص على الشيعي أن تصل الصورة واضحة نقية. الإطالة بأكثر من هذا في مسألة البناء على القبور لا داعي لها. ثم اتخاذ البناء على القبور أنا ما وجدت ولا حديث فيه. الأحاديث واردة في المسجد، أيا أريد من المسجد فقل بناء على القبر من دون قصد المسجدية. لماذا يكون حراما؟ لماذا يكون مكروها؟ لماذا يكون إلى آخره؟ فكيف بالقبور التي تذكر بالله سبحانه وتعالى؟ وتستحب زيارتها والصلاة والسلام على صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يستحق زائروها أن تكون هناك ظلة يتظللون بها من الشمس أو من المطر عندما يعبدون الله هناك؟ أحسنتم، جزاكم الله.